الو. حبيبي كيف؟ بس انت جنيت ولا شنو؟ انا مش اديتك رقم تليفون تاني؟ ليه ضربني هنا؟ الموضوع مهم. يلا يلا سريع سريع، في شنو؟ منى عايزة تهاجر وتهرب من غير علمك. كيف يعني الكلام ده؟ والله زي ما بقول لك كده، وبكرة القريبة دي طيارتها. يلا يلا، انا الموضوع ده بشوفه انا. يلا تمام. قدرت اهرب يا منى؟ اما انا ما حوريك انا. يا شرسة، والله كله عشانك. أنا بتحمل فيك أي إشي. رجاك ده نحن السبب فيه، ما كان أصله جاري أمك. إذا هي غلطت أنا ذاتي غلطت إني ما وديتك. احفلي يا بنتي، وأنا كان مشيت وما جيت والله أحسن لي وأهون لي أموت قبلك. لكن تموتي قدامي دي والله ما بتحملها. وإذا كمان جيت خلاص يا هو اللي تعالجتي، وصله ما كتير عليك الماشي أسوي ده. ويا رب أنا سامحني، أنت أدرى بحالتي وما عندي حل. الله يا حبيبة القلب، يا حبيبة أبوك، معاك سلام. واحفلي لو ما جيت، وأنا عافلك لله والرسول. نتلاقى قدام. أحبك. انا جاهز يا قربة. يا غربة، لو غيرت رأيك أنا لسه في البر بالمناسبة. يا ريت لو في حل تاني بيجبرك على المرة ولا مرة منه. وربنا عالم بين الدار ماشي اسوي كده لشنو. راح يا صديقي. توكلنا على الله. اسمع، عربية ديات يا معلم. راح يا غربة، ايش الشغل لابس الساعة اللي لو سألت عليه؟ ده الحاج نحن عايشين نلعب لعبة فيها موت، وانا زول بلعب بطولات حقيقية. انا ظاهر وشي وهسه كده دخل لي. احنا لنا 3 ساعات ماشيين يا زول، في شنو؟ ماشيين وين؟ عربي، الموضوع ده ما سهل بالمناسبة. الحاجة اللي بتكلم لك عنها دي في ناس كبارات في الدولة عندنا الموضوع ده. ناس من الحكومة معلم، رجال أعمال، دكاترة، مهندسين. الناس دي كانت بقروش تقيلة في الموضوع ده يا زول. تقال الموضوع سهل؟ طيب النازل ما ورقنا، نحن نشتبك مع منو؟ انت ملاوز ولا شنو؟ هاي ملاوس، لكن ملاوس خايف عليك يا ولد الحاج. انت عندك جلنطيات في الفايتنج دي، انا بعرفها كويس. عندك عدم تركيز، والحته اللي احنا ماشيينها دي الغلطه بيروحك. انت ما تخاف على ولد الحاج، انت بس عامل يمينك يا صاحبي. يميني مليان. ده الحاجه انا لو في حاجه حصلت لك انا ما حسامح نفسي. انا عشان كده قلت لك انا داير امشي برايك. دار تنط ولا شنو يا صاحبي؟ مش اتفقنا؟ الرنجة لما الرنجه نازل قروش المضمونه. الناس دي القروش بيدوك لها قبل الجولة. طلعت حي بتشيلها، مت بيقوموا بها يا معلم. احنا ما حنقتله يا ولد الحاج صح؟ يا حربي، عندك خيارين. انا الرياضة المريضة دي عارف عنها كل شيء. عندي صاحبي شربنا اي حاجة، بس شربني لاجل حكاوي، ما في صور، ما في فيديوهات. والمناسبة حربي، اول ما نمشي هناك الناس اللي بيشيلوا تليفوناتنا حربي. يا ولد الحاج يا اخي يشيلوا تليفوناتنا، يشيلوا روحنا، دي ذات المهم يدونا القروش. تعيش منيا وتقي في الدنيا يا اخي. ايش من تجيب الدنيا.
يا سعادة؟ معايا امر بالتفتيش. وين امر التفتيش؟ خش يا سعادة. صباح الخير. اوه هلا بالغلا ست الحلا، صباح النور. ده شنو المود الحلو ده الليلة؟ والله يا اخي، بس قلت كده الليله نغير المود حبه. مالك ما مشيت الشغل؟ والله يا اخي برضه مصدع شويه وقلت اريح في البيت. مصدع؟ صداع يحميك يعني الشغل؟ ما تبلع بنادول وتمشي. وليه انت يعني قعدت في البيت دي مضايقاك للدرجه دي؟ لا لا العفو، لكن استغربت صراحة. لا ما تستغربي. وديالو وين؟ في غرفتها لسه ما جات. يا سلام يا اخي، تعرف الليله عندي لها حته مفاجاه كده. انسي بس. مفاجأة شنو؟ هي اسمها مفاجاه برضه كمان عايزه تعرفيها؟ لا ليلة الليلة ما طبيعي. والله طبيعي وما في اي شيء، واقول لك حاجه يا اخي، ما خلاص نقعد نتونس يعني، وين المشكله؟ طيب في شنو يا جناب؟ من حقي افهم. انت فاهم هناك اتحرك يا زول. الو، اي منو معي؟ سم وانا يعني سمونا. سمونا البتاع مالي فيه ده، اقسم بالله العظيم ادفعك ثمنه. انا لسه هدفع؟ تعسل يا مجدي، انا حاشيل شديد خلاص. سمونا انا مجدي الزين، وما انا اللي بتعمل معي كده. شكلك بتلعبي بالنار والله العظيم. نسيتي انا من ولا شنو؟ نسيت؟ دي حاجة بتتنسي؟ تعرف يا مجدي، لما كنت معرسني عرفي زمان، الغلطة الكل يوم مكفت نفسي عشانها. المهم كنت بحبك وانت حياتي، بس انا بكرهك وانت حياتي. حياتي الاولى فرق كتير من حياتي التانية، فاهمني؟ طيب انت عايزه شنو يا سمونا يعوضك الحصل ده؟ لو قلت لك حياتك بك الطهبة، انا عايزاك تعيش يوم واحد ما تذوق الراحة. انا وهبت حياتي كل قوتي وتعبي قصاد ذاك. والله العظيم انا حندمج عليه اي حرف قلتيه. انت لسه بتهدد؟ ما قلت لك يا مجدي انت عسل؟ مجدي انا ضربت اقول لك الجاي ظلم شديد اكرب قاشك، وما تحاول ترجع علي. انا مشتري 20 رقم بضرب وبكسر الشريحة، عشان لو حاولت تتشفتن استعد للسم الجاي. اسمك؟ مصطفى خضر مختار. شغال شنو؟ تاجر. عارف نفسك هنا ليه؟ ما وصلني لسه سعادة. انت متهم هنا بسرقة جارك متولي محمد احمد. ايوه الكلام ده ما حاصل يا سعادة. كنت هنا ولا مش من الساعة 8 صباحا لحد الساعة 11 مساء؟ كنت في البيت، ما طلعت الا جنب الباب وجيت راجع طوالي. وما طلعت كملت مشوارك ليه؟ والله يا سعادة ده سؤال غريب، ما طلعت مزاج. فيها مشكلة دي؟ يا متهم جاوب على قدر السؤال. جاوب على السؤال بسألك ليه وبس. وانا قلت لك ما طلعت مزاج. جارك بيتهمك بانه من جيت سكنت الحلة السرقات بدأت تتوالى، وما متهم زول غيرك. رايك شنو في الكلام ده؟ ما عندي راي، الكريم يسامحه بس. ما غريبة من جيت يسرقوا بيتين؟
الغريب الشيطان، ولما تجيب الشيطان العمل كده تعرف انه انا ما عندي علاقة بالموضوع ده. طيب جارك ده قال قبل كده هددته؟ هددته لانه خش بيتي من غير ما يدق الباب، ومن حقي عليه حسب الفراسي. غلطان، كان يتبلغ ونحن بنحاسبه، لكن تهدد غلط. على العموم احنا فتشنا البيت وما لقينا شيء، وده بيثبت براءتك. اتفضل وبتمنى ما اشوفك تاني. خير يا سعادة. مكان غريب ده. انت لسه شفت حاجه؟ ماله يا زول؟ ده كان لاعب جوله وشكله خسر وقتلوه. انت قال لما قلت لك المحل ده يا حي يا ميت كنت بهزر؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. نحن دورنا 200. انتظر لما يندهونا. ود الحاج نازل انت وريتهم انه انا وانت ما حنتداوس ضد بعض صح؟ ايوه وريتهم ووافقوا الناس دي لازم وافقوا. أما تسلمى بابا وين؟ بكون مش الشغل. لما مشى الشغل لو ما باسني هنا وهنا ما بيطلع، دي أول مرة يطلع وما يودعني. كيف بيكون طلع مستعجل يا ماما؟ لا ما بيعملها ولا عمره حيعملها، بابا ده ما تمام. وين هي عمته؟ خلاص عيني يا موني، أنا حاتصل على عم ود الحاج أشوفه وين، ولما يكلمني طوالي حكلمك. تمام؟ يلا قومي أمشي أشرب الشاي وابلعي الدواء حقك. حاضر. يلا. شانتو وحصل شفت الناس دل؟ لا ما حصل شفتهم قبل كده. والله انا غايته النينجا ده شايفه هو الوحيد اللي بيثبت، لكن الثاني ده عينه دي ما بتمرق الليله. انا غايته كل اللي بلاقيني بودي الاخره. والله الا انا شانتو، انا لو اتلاقيت معك انت اللي بتمشي الاخره. ديك الحلبة يا بيكا. يا أستاذ. أنت مش ما ترد علي ليه؟ قبل اليوم قلت لك ما حارد عليك. أنت فدوى عاملة فيها راسك قوي ولا شنو؟ راسي قوي في شنو يا أستاذ؟ تلفوني وأنا حرة ما عايزة أرد، وبعدين عشان أجيك من الآخر كده، أنا وأنت أحباب، أصحاب، أخوان، العلاقة دي بالنسبة لي مرفوضة، فعشان كده أحسن تحترم نفسك وتخليني في حالي. فدوى أنا ممكن أفهم أنت ليه رافضة إنه نحن نتعرف على بعض ونقرب من بعض؟ لأنك أنت زول كعب شديد، أنت ظلمت سالم، أنت عارفة الزول ده من امبارح بتحسبن عليك، يعني ربنا ما حيخليك. طيب لو رجعته؟ والله ده شي بيخصك، أنا رأيي فيك ما حيتغير، أنت آخر إنسان أنا ممكن أفكر أصلاً أتكلم معاه. فدوى روق المانجا، بعدين الموضوع ما خطير للدرجة دي يعني، والدنيا حلوة يعني. حقير حيوانة. ايش ناس هذول؟ ما في شيء، يلا كله ضاع على مكتبه، يلا. عبد الحاج انا دايرك تركز وتحمي نفسك، ما دايرين اي جلنطيات. انت قربان ما واثق مني ولا شنو؟ واثق فيك، لكن انا ما داير اتذكرك يا عبد الحاج. تذكرني؟ تذكرني كيف يعني؟ يعني انت لو خشيت جوا وقتلوك انا حتذكرك، وانا ما داير اتذكرك. عبد الحاج انا اخترتك اخو، واخو دي كلمه كبيره شديد، انا ما عندي غيرك يا زول. حبيبي يا قربان يا اخي. يلا زي ما وصيتك، احمي نفسك وركز وحاول انهي الجوله سريع، لانه الناس الجوا ديل احسن مني ومنك، ديل الناس جهزوا نحن ما جهزنا، جينا هنا. سرع الغاضيه، الرنجه الرنجه يا معلم. لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشي.
تعرف الموت؟ يلا ده انا ظريف يا ظريف. منى سمعت دايرة مافيا؟ انت شنو؟ مافيا ده مافيا هسه بيكون سجنه. ليه؟ لأنه متولي بلغ عليه والشرطة جات ساقته ويستاهل. شاهد ربي يكون سجنه. الواد مجرم وخلقته خلقة مجارمة ويشبه المجارمة. كلمة تانية في حق مافيا بقطعك لسانك ده. أنا الزول ده ما برضى فيه. على أي أساس اتهمته؟ والله يا سمونة على أساس إنه أول ما جا الحلة دي السرقات دي بدت في الحلة، الحيط كله اتسرق بسببه. أنا ذاتي ما جيت معه في نفس الوقت، ليه ما أكون أنا؟ عيب عليكي ما تقولي كده، باين عليكي بنت ناس متربية صح بتعملي كده. بنت ناس؟ ساقو ليه وكم؟ جبال. عارفة فيها تقسم؟ لا لا لا. على العموم يا سهام ما في يد لو ما جراجي بتحصل مواجع. ديري من وشي ديري. كده معانا 25 جولتين تاني نطلع من الكفرة دي يا معلم. عارف يا ولد الحاج؟ هاي احنا بعد ما نخلص من المكان ده بإذن الله ونطلع بالسلامة أنا حبلغ على الناس ديل كلهم المكان ده لازم يتقفل. وين يا معلم؟ الناس دي كبار شديد، دي شخصيات كبيرة يا معلم، والناس دي الحاجة دي بيعملوها كل مرة في مكان مختلف. برضه حجيبه أنا مستحيل أسكت عن الحاجة الحاصلة هنا دي مجزرة يا أخوي. تتهلق من ديل، أنت جاهز؟ جاهز يا راكز. أنا خدت لي خطة في راسي، الحفلة دي أنا حنهيها من الغنية الأولى. حربي الزول ده ما يقدرك. حربي صاحي ما بتجيني عوج. اسمع يلا في امان الله معلم، حكم ده بشير لك. لا اله الا الله محمد رسول الله.
بتبلغ فينا انا يا متولي؟ يا اخي انت فتحت عليك طاقة ما حد يتصدق. انت ما عارف اللي بلغت فيه وده منو حيسوي شنو؟ بتبلغك كاكل يا مافيا؟ طيب بلغ في انسان ما جان. انا مرقته حتمشي مني وين؟ بس حادي الرايقة، لكن ورب البيت الخاطي لك في الساعة دي تقيل. بتقدر تشيل؟ النار اسمها الحريقة، والحريقة يعني بيكا. الليلة حتولع. ديالة، انت عارف انه انا ليلة سايق الملاهي عشان افسحك؟ ياه صحيح يا بابا، راح لا لا يا مجدي، انا وديالة ليلة طالعين امشوا الملاهي يوم تاني. ماما طالعين بنتك ما كلمتناها تمشي مع بابا الملاهي. لا لا يا ماما، بكره امشوا الملاهي. لا يا ماما ما. انت يا منى طالعين بعد كم؟ بعد ساعتين. خلاص بعد ساعة حتكون معاك يعني ان شاء الله. لا لا الوقت ما بيكفيني، عايزة اجهز ديالة. هيا مني يا بنتي، ديالة شنو بتجهز في ساعتين؟ دكت مكية ولا حتوديها الكوافير؟ خلي البت تنبسط مع ابوها يا منى بنتي، خليك تمشي، نحن ما صدقنا انه هو حيسوي يفسحها. امشي يا ديالة مع بابا، انبسطي يا حبيبتي. يلا يا ديالة امشي اجهزي عشان نمشي الملاهي، انا منتظرك. تدعي من كف؟ والله وقعتي وما سميت يا فدوى، لكن أنا ما حفصلك من الشركة، لأنه لو فصلتك حكون أنا الخسران، تطلعي من الشركة من غير ما نعرف بعض. واضح من كلامك معي إن الشغل ما فارق معك، لكن أنا وإنتي والزمن طويل. اصبري لي يا مزة. منيا قومي خشي جوا حبيبتي، بابا ده لما يجي بيجي جوا. ما قادرة والله، الواطة ليلت وبابا لسه ما جاء، ما يكون جاته شيء. بابا كويس الحمد لله، ضرب لي قال عم ود الحاج عيان، مشى معاه المستشفى، بيتأخروا شوية. قومي حبيبتي اسمعي الكلام، خشي جوا. لا برجعه هنا، وبعدين ماله ما يتصل لي، ما بعرف تلفوني. يمكن ما عنده رصيد يا عم النوية، وأنا اتضربت له ما هو اتضرب لي. أنا زعلانة منه، خليه يجي بس حاشاكله. بس خليه يجي
وشاكليه براحتك. الجلال ولا شنو؟ انتهت انتهت كيف؟ كده. انت قلت اغنية زلت قبل ما تم يا معلم. والله صحيح حرب دمار شامل يا معلم والله. ود الحاج زي الحلم حلم يا اخي. الدنيا دي غريبة. احنا في ساعة عملنا 50 مليار. انا مبلغ زي ده حلم ما كنت بحلم به. الله كريم يا صاحبي، الله كريم. ونعم بالله. لكن من نعمل فيه ده ما حرام؟ ما حرام يا حربي، انت ما قتلته، هم اللي قتلوا. ما قتلته، لكن انا قاعد لاعب جوا عارف انا لو غلبت الزول ده بيقتله. حربي اتذكر مني يا حربي. يا حليلة، والله هسه تكون دايرة تموت من الخوف. أول مرة في حياتي أطلع أخليها وهي ما عارفة أنا وين، لكن ما كان ينفع أوريها لأنه احتمال ما أجي راجع. حربي في شيء مهم دار أقول لك، بس يا معلم الناس دي كلها شرعت بك شديد، والجماعة دي الأريانة جاية كله حيكون عليك أنت. مع نفسهم. نحن هنا عندنا تاني جولة واحدة ونعمل 75 مليار، قلت إن شاء الله قدور يا سندال. يا معلم تغلب نازل تاني ريحتنا بشموها. انت جولتك 200 صحيح؟ جولتي الجاية يا معلم، بس الجماعة دي قالوا يرتاحوا شوية بعدك حنخش وإن شاء الله اطلع كلبة ميتة زي الفاتحة يا معلم. إن شاء الله. إن شاء الله. يا بنت طيارتك 200؟ فضل لها ساعتين بس الميزان فتح. طب راجع شنو؟ مجدي ساق ديال الملاهي، المفروض يرجع قبل ساعتين وبتصل عليه وما بيرد لحد هسه ما رجع. دي عوارض شنو دي؟ التعريس الزول بتاع المطار من قبل بيتصل عايز يعرفك انت وين. اهيا من الحل شنو؟ دي عوارض دي والله. ما عارفه والله يا ميساء، انا مجهزه شنطتي واي حاجه، بس هو الليله قرر يسوقها. مجدي ده ما حركت ليله الليله يسوق البيت؟ ما عارفه والله. اقول لك شيء زي تقول عارف. انت يا ميساء كلمتي مع جمال؟ قول لي حركاته ما كانت طبيعيه. كلمتي مع جمال؟ يمكن يكون حكى له حاجه. يخص عليك يا منى، وده كمان كلام بتونسوا بيه؟ يا اختي زعلتيني منك شديد. ما عارفه يا اخي، ما عارفه، انا بس راسي شاطب شديد. ننتظر بس وربك يسهل. جا حقق معاي، ولما اللقى ما في جيت مارك طوالي. الحمد لله على السلامة. لكن في سؤال، البيت ده مش مفروض يتفتش؟ فتشوا هاي. طيب كيف ما لقوا القروش؟ لأنه القروش ما هنا. كيف؟ أنا أي قروش أسرقها بجيب البيت أحسبه وأوديها التصبين طوالي، ويومك جيتي داك القروش كانت ماشية التصبين الساعة 4 صباحا. ما في حرامي مشفتون بيسرق قروش وبجيبها بيته إلا يكون حرامي برلون. معلم يا متولي كيف وكيف؟ ده موضوع داير الرايقة. متولي هسي لو قرصته نملة ساي الكاكي بجيبني وهسي الشايفة علي ما حازالو هسي. ده انت، لكن سمعونا كلامها تاني. ما أصعب من الخاتلة في الساعة دي. هتشوف. في وحشة الزمن الغريب روح عمرنا وما رجع. دنيا ظلمك حد وين ما بدي غير حسرة وجع. وشحت أنا وجع السنين خلق الله عماها الطمع. الراجي ربنا ما بخير والسند ربنا ما بقى. يا دروب